هلا يا جماعة، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. واليوم معنا فيديو جديد. بهذا الفيديو عملت لكم تطبيق. تمام. هو مربوط بموقع، يعني هذا التطبيق هو من موقع. ماشي. طريقة التحميل خلينا نشوفه. الرابط التطبيق بالوصف. تطبيق في بلبه كل الارقام اللي ممكن تحتاجها لكل الدول ولكل التطبيقات ممكن تستعملها. ماشي. وبشكل يومي تنزيل الارقام بهذا اللي حيكون بقلب البرنامج بشكل يومي، محتاج انترنت طبعا لانه هو مربوط بقلب موقع. تمام. طريقة التثبيت خلينا نشوف سوا. ماشي. نعمل تثبيت. بيقولك انه هذا التطبيق خطير لانه هو مربوط بموقع، يعني مش تطبيق هو. ف خلينا نشوف. بيطلع لك بهذا الشكل. ما بتكبس على هذا الزر، اوكي، بتكبس الزر الثاني. بتكبس الزر الثاني اللي هو install anyway. تمام. او التثبيت على اي حال. وطبعا ما في مشكلة يعني. طبعا خلوه يتثبت وما تنسوا الاشتراك واللايك. تمام. ندخل على التطبيق. بس فرجيكم طريقة استعمال التطبيق مشان يعني تعرفوا كيف. تمام. فهاي عم بحمل. send up for scanning. عم بقولك هون انه ارسال التطبيق للفحص مشان يمسحوا او لا. طبعا هاي حماية من الجهاز. بنكبس انه لا. ماشي. هذا هو التطبيق. بنعمل هاي هيك. بننزل لتحت. هون بتلاقي الارقام اللي نزلوها جديد. تمام. هالأرقام كل يوم هلا من قبل شوي نزلوا أرقام 6 7. بريطانيا وفرنسا والسويد والدنمارك وفنلندا. هول الأرقام اللي نزلوهم اليوم. إذا حاب تشوف كل أرقام التطبيق فيك تفوت هون وتكبس على country. تمام. ونكبس إكس فوق. بتلاقي في أستراليا، في بلجيكا، في برازيل، كندا، دنمارك، يعني في كتير دول. تمام. انت بتختار الدول الجديدة اللي هي أول ما تفوت على التطبيق. تمام. نكبس على الهوم. ماشي. بيطلع لنا الأرقام الجديدة. هالأرقام فيك تستعملها الواتساب، تليجرام، فيسبوك، انستغرام، أي شي. بس مهم إنه تحمل حساب مشان ما ياخدوا لك إياه. يعني مثل هذا الرقم ظاهر عندك بيظهر عند غيرك كمان. تمام. كل ما كنت سريع. تقريبا بعد الظهر هنيك اليوم بينشروا أرقام. تمام. بين الساعة 3 والساعة 5. فنفوت على هذا الرقم مثلا. نكبس على الزر. ننتظر شوي. ننزل لتحت. نكبس هون على الرقم لحتى ننسخه. ونروح للواتساب. طبعا هو الرقم هلا اخدوه، بس فيك انت تنطر لحتى يفك تخمين الرقم وتاخده للرقم عادي يعني. فهي الارقام كلها مخمنة. عم بيقولك هذا الرقم مستخدم. بعد 7 ساعات ليفيك تخمين الرسالة. طبعا الكود بيجي برسالة. مثل ما قلتلكم فيكم تستخدموه لأي شي. وفيك تحدث هيك الصفحة. تمام. ابديت SMS باللون الازرق. وبيوصل الاكواد مثل ما شايفين. عم يستعملون للتيك توك، للجوجل، لاي شي بدهم اياه مثل ما شايف. تمام. هلا انت كمان فيك تستخدم الارقام القديمة مثلا اللي كانوا ناشرينها امبارح او اولت امبارح. بتفوت هون على 3 شحطات فوق. تمام. تفوت على الخيار التاني اللي هو country. وبنختار مثلا دولة فرنسا. بينشروا كل يوم فرنسا مثل ما شايفين 217 رقم فرنسي. نكبس على فرنسا. طبعا نحن عم نكبس على الزر الازرق. ماشي. فهدول الارقام 49 دقيقة. ننزل لتحت. هدول من يومين وهدول من 3 ايام. فيك تختار من يومين او من 3 ايام. بس نشوف تحت. تمام. في عندك هاب من اسبوع. بنشوف امتى اخر مرة وصلت الرسالة. مثل ما شايفين قبل ساعتين. يعني ممكن ما يوصل كود، ممكن يوصل كود. فانت بترجع لورا. ماشي. نرجع لورا. وبنختار رقم تاني من اسبوع. تمام. مثل ما شايفين هون الكود عم يجي من 8 دقايق، يعني عم يجي الكود عادي. فبتشيله هيك وتحطه بالواتساب. تمام. بنحطه بالواتساب وبنجرب نفعله. ممكن يتفاعل، ممكن تايم خمان 9 ساعات. بتنتظر بعد 9 ساعات وبتطلب رسالة وبيجي الكود. تعمل ابديت SMS. تمام. وبيجي الكود هون. فيك تستخدمه التليجرام، انستغرام، اي شي بدك اياه. مثل ما شايفين هون 12 ساعة طالبين الكود وواصل.
فهذا هو الشرح اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وخليكم معنا الفيديوهات الجاي.